عارفين لما كنا صغيرين وتروح تشتكي للميس تقول لها زميلي ضربني فتقوم ضرباكوا انتوا الاثنين، بتاخد عاطل في باطل. ده نفس الكلام اللي عملته معايا بيبال. المفروض ان ده بنك الكتروني بتستلم عليه فلوس شغلك وخدماتك. فمن فتره واحد طلب مني ابعت له $1 وانا بعتها له. الشخص ده بعدها شركه اعلانيه كلمته ودفعوا له فلوس عشان يعملوا اعلان، فدفعوا له فلوس عن طريق البيبال، وهو بعد ما استلم الفلوس ما عملهمش الاعلان ده. فالشركه قدمت شكوى على البيبال عندهم عشان يسترجعوا الفلوس اللي دفعوها. هتعمل ايه بقى يا معلم؟ شركه بيبال قفلت حسابه وحسابات كل الناس اللي حولت للشخص ده فلوس، وانا كنت من ضمنهم. يعني اخدت عاطل في باطل، والقفل ده نهائي ما فيهوش اي رجعه. فبيبال بتقول لك احنا بنعمل كده عشان نحمي الناس من الاحتيال. لا، انتوا كده مش بتحموا الناس، انتوا كده بتسرقوا. لما تقفل حسابات مالهاش ذنب والحسابات دي ممكن يكون فيها فلوس، وتقفل لي حساب النهائي الغلطه انا ماليش دعوه بيها، والكلام ده تحت مظله انك بتحمي الحسابات. وكاتبين ان هم بعد 180 يوم هيشوف هيرجع الفلوس اللي محجوزه في الحساب ده ولا لا. والشخص اللي بيتقفل له حساب ما يقدرش يعمل بايبال تاني. يعني ما اقدرش اعمل بالاسم بتاعي ولا بنفس الفيزا ولا بنفس العنوان. فنصيحه ما تتعاملش على بيبال لانها ممكن تغدر بيك في ثانيه.